تحركات قوية شهدتها الأسواق خلال تداولات الأسبوع الماضي بعد ما شاهدنا فيها أرقام التضخم الأمريكية وتراجع التضخم إلى مستويات 2.4% واقترابه من مستويات أو من مستهدفات الفيدرالي الأمريكي عند مستويات 2%، بالإضافة إلى أرقام التوظيف واللي ظهرت بصورة جيدة من حيث عدد الوظائف اللي تم إضافتها في الاقتصاد الأمريكي، أو من حيث أيضا تراجع معدلات البطالة إلى مستويات 4.3%. لكن كان عندنا حاجة هامة جدا بالنسبة لأرقام التوظيف الأمريكية، وهي مراجعة أرقام 2025 وتخفيضها بصورة كبيرة جدا، وبالتالي ده بيأكد لنا أن الصورة العامة بالنسبة لسوق العمل الأمريكي كانت سلبية جدا خلال عام 2025. وبالتأكيد ظهور الأرقام إيجابية في شهر واحد لا يعني أن سوق العمل الأمريكي يتعافى، فبالتالي مع الحالة العامة السيئة بالنسبة لسوق العمل الأمريكي وتراجع أرقام التضخم الأمريكية، زادت التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية مرتين خلال عام 2026، وبالتالي شاهدنا تراجعات قوية جدا بالنسبة للدولار الأمريكي. لكن أسواق الأسهم الأمريكية لم تكن قادرة على الاستفادة من هذه الأخبار، ولم نشهد ارتفاعات كبيرة لها، لأن الفترة الحالية هي فترة مقلقة جدا بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية. بيحصل عندنا حالة من التحول في السيولة إلى الأسهم الدفاعية وأسهم القيمة، لأن المستثمرين في الوقت الحالي عندهم حالة قلق كبيرة جدا من أسهم التكنولوجيا وأسهم الذكاء الاصطناعي بسبب الإنفاق الكبير من الشركات التكنولوجية اللي تم الإعلان عنه خلال الأسابيع الأخيرة مع نتائج الأرباح، وشك المستثمرين في قدرة هذه الشركات على تحقيق أرباح جيدة بما يتوافق مع الانفاق القوي المتوقع خلال عام 2026. وبالتالي المستثمرين في الوقت الحالي بيبحثوا عن اسهم القيمة وبيبحثوا عن الاسهم الدفاعية، ونوعا ما بيحصل عندنا بعض التخارج من الاسهم الذكاء الاصطناعي والاسهم التكنولوجية، وده ضغط على الاسواق بشكل كبير جدا. الذهب ايضا من المتوقع ان هو يستفيد بشكل كبير خلال الفترات القادمة من توقعات خفض الفائدة، خاصة بعد ما شفناه الاسبوع الماضي بيتماسك من جديد اعلى مستويات ال $5000 للأونصة الواحدة. وايضا الين الياباني كونه احد اهم الملاذات مع استقرار الوضع نوعا ما في اليابان ابتدى يحقق بعض الارتفاعات امام سله العملات، متوقع ان هي تستمر خلال الفترات القادمه. وبالتالي التركيز في الاسهم الامريكيه هيكون على اسهم القيمه والاسهم الدفاعيه اكثر من الاسهم التكنولوجيه. الذهب متوقع ليه بعض الارتفاعات، وايضا بالنسبه للين الياباني والدولار الامريكي ما زال متوقع ليه استمرار التراجعات. بننتظر خلال الاسبوع ده مجموعه من الاخبار الهامه، اهمها يكون قرار فائده من البنك المركزي النيوزيلندي واللي متوقع ان هو يثبت الفايده، وعندنا ايضا اعلانات البطاقه الامريكيه واللي هتكون مهمه جدا، وعندنا ايضا التضخم في بريطانيا على اساس سنوي، وده واحد من اهم الارقام اللي هتؤثر على تحركات الجنيه الاسترليني وهتوضح لنا شكل التحركات لبنك انجلترا خلال الفترات القادمه، خاصه بعد الانقسام الكبير اللي شفناه في اجتماع بنك انجلترا الاخير. دي اهم الاحداث والاخبار الموجوده معانا خلال الاسبوع، اتمنى لكم كل التوفيق والقاكم في فيديو جديد.